دي بشرة خير يا جماعة. دي قطة خرجت سالمة من تحت الأنقاض بعد كام ساعة؟ بعد 13 ساعة يا جماعة. هندخلها المسجد علشان ندخلها يا حبيبي، شطفها هنا بعد إذنك في المسجد. يعني رحمة الله يعني بعباده، بآسف، رحمة الله بمخلوقاته وبشرى لعباده، لأن أنا أعتقد أن في هذا بشرى لنا جميعا بأن الله الذي حفظ روح هذه القطة تحت الأنقاض وهي تجري زي ما انتم شايفين كده، سبحان الله. يعني ما فيهاش إصابات ربما، بس يعني مش شيء يعني بعباده وبآسف، رحمة الله. عشان يا حبيبي القطة لا قطة مسلم، قطة مسلم يا ماما. ايوه يا حبيبتي. ايوه صح يا اسماء. بمخلوقاته وبشرى لعباده، لأن أنا أعتقد أن في هذا بشرى لنا جميعا طبعا زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو، ده البيت اللي وقع تقريبا من 15 يوم في السيدة زينب. البيت ده يا جماعة وقع بالكامل باللي فيه. البيت ده وقع، جاله كده زي خلل، او هو كان البيت طبعا السيدة زينب والسيدة عائشة والمناطق القديمة اللي في مصر عارفين ان هي بيوت قديمة جدا بقالها فوق ال100 سنة. فطبعا ده احدى البيوت القديمة اللي وقعت باصحابها للأسف زي ما انتم شايفين كده. طبعا العمارة دي وقعت بالكامل وناس كتير ماتت فيها، أسر كتير بالكامل ماتت فيها. فزي ما انتم شايفين كده طبعا الله يرحمهم والله يحسن إليهم وفي الجنة إن شاء الله، لأن هم ماتوا ببراءة. هم الناس دي ماتت ببراءة، لا كانت بتأذي حد ولا كانت بتعمل حاجة في حد. الناس دي قاعدة في بيتها في أمان الله، والبيت وقع بيهم. انت متخيل؟ طبعا في كام شخص نجا كده من البيت، وفي ناس ما اتنجتش من البيت للأسف، ماتت. تمام؟ فزي ما انتم شايفين الفيديو ده يعني فيديو يبكي بصراحة. هو طبعا انا لما شفت الفيديو ده في الاول انا عينيا بصراحة مش عايز اقول لكم، انا تأثرت جامد بالفيديو، عدت الفيديو كذا مرة. دي قطة كان مربيها شخص زي ما انتوا شفتوا كده. البنت بتقول دي قطة مسلم يا ماما، البنت بتقول لامها دي قطة مسلم يا ماما. فواضح ان في ولد شباب زينا او اصغر مننا ايا كان عمره، احنا ما نعرفش حاجة عنه، اسمه مسلم، ودي القطة بتاعته. فولك ان تتخيل ان البيت وقع بالشخص بمسلم ده ومات مسلم، والقطة يا عيني عاشت يعني. ف يعني سبحان الله، يعني سبحان الله، سبحان الله، يعني سبحان الله بجد. طبعا القطه طبعا زي ما انتم شايفين حتى في التعليقات ان الراجل بيقول انا والد مسلم. فواضح ان والد مسلم ده واضح ان هو كان بره البيت لما البيت وقع، ولكن ربنا اراد ان خلاص حياه الناس دي هي حياه الناس دي كده، هي حياتهم كده. يعني هم خلاص هم كده عمرهم كده يا جماعه، وربنا اراد لهم ان هم يموتوا بالشكل ده. ربنا اراد لهم ان هم يموتوا بالشكل ده. الله يرحمهم ويحسن اليهم. الحادثه دي طبعا بقى لها فتره، بقى لها 15 يوم، وانا واخد سكرين شوت اساسا، واخد تسجيل فيديو اساسا بقالي فتره حوالي اسبوع، بس ما حبيتش اطلع في الوقت ده واتكلم عشان الناس ما تقولش يعني انت طالع في وقت الحادثه عشان تعمل ترند، لان الحادثه كانت وقتها ترند، السوشيال ميديا كانت مقلوبه بسبب العماره اللي وقعت دي. ولكن انا قلت استنى شويه واطلع اتكلم في الفيديو ده. فانا الفيديو ده بصراحه مأثر فيا جامد، وطبعا زي ما شفتوا يعني عمليه الانقاذ والقطه دي يعني كانت لسه عايشه الحمد لله، والولد صاحبها توفى، صاحبها مسلم ده توفى. يعني اتكتب عمر جديد للقطه،
وما اتكتبش عمر جديد لصاحبها. فدنيا فانيه يا جماعه، دنيا فانيه، دنيا فانيه والله العظيم. ورساله الفيديو ده ان انت يعني طبعا ربنا يجزاه خير، الولد مسلم ده ربنا يجزاه خير على التربيه اللي كان بيربيها للقطه. يعني القطه دي عمرها ما هتنساله ان هو كان بياكلها ويشربها، وهتشهد له عند ربنا سبحانه وتعالى. وهو سبقها، هو سبقها وهي هتسبقه، وهي كمان هتسبقه. كلنا رايحين يا جماعه، كلنا رايحين، ما فيش حد قاعد، كلنا رايحين، احنا ما فيش حد قاعد. تمام؟ فنعمل الصح ونتكلم في الصح ونعمل اللي يملاه علينا ضميرنا حاجات كتيره قوي قوي، حاجات كتيره قوي قوي طول شرحها. فالله يرحمهم جميعا، الله يرحمهم ويغفر لهم جميعا. وتحياتي لوالد مسلم، وعزائي ليك طبعا، ووصيتي ليك لو بتسمعني، وصيتي ليك القطه دي ان انت ما تتخلاش عنها ابدا. ده كان فيديو طبعا حبيت اوريه لكم، وحبيت اوريكم التعامل حصل ازاي مع القطه اللي اتنقذت من البيت ده. فعزائي لكل شخص فقد اهله في البيت ده، وتحياتي لوالد مسلم، وعزائي ليه طبعا في اسرته. واعتقد ان حضرتك مش باقي من الاسره او من ريحه الاسره غير القطه دي، فحافظ عليها. ده رسالتي لحضرتك لو بتسمعني. لو مش بتسمعني وحد تاني بيسمعني وعارفه او يوصل له الفيديو، يعني دي الحاجه بجد اللي باقيه من مسلم، دي الحاجه اللي باقيه من ريحه مسلم. حافظ عليها، تعيش قد ما تعيش وما تتخلاش عنها، بس مش اكتر من كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.